السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى الفيديو هذا يلقاكم باحسن حال. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غيكون تتمه من الدروس اللي كنا بدينا فيهم ديال تعليم اللغه الفرنسيه بالنسبه للمبتدئين. كنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل في هذه السلسله هذه كنا شفنا مجموعه ديال حروف اللغه الفرنسيه مع كيفيه الكتابه ديالهم، كتابه يدويه، كيفيه النطق ديالهم مع تركيب مقاطع صوتيه للسيلاب. ومن بعد كنا شفنا واحد لي زيكزامبل ديال الكلمات اللي كنا شفنا فيهم كتطبيق كعمل تطبيقي كيفاش استعملنا داك لي سيلاب باش نقراو هذوك الكلمات اللي كنا اختارينا لكم. بالنسبه للكلمات كما كنقول لكم، راه هو القاموس اللغوي راه هو غني، يعني اي حاجه شفتوها كتشوفوا المرادف ديالها باللغه العربيه باش يسهل عليكم. وبما انكم كتعرفوا تنطقوا يعني ما غاديش يكون عندكم مشكل في النطق، بحال هكا كتجمعوا الكلمات. غنمشيو دابا للجانب اللغوي في اللغه الفرنسيه. اول حاجه غنشوفوها اليوم هو لافراز، الجمله، وكيفيه تكوين الجمله، مناش كتكون. هادشي غنشوفوه اليوم، وغنشوفوا واحد لي زيكزامبل اخرين ديال لي فراز اللي ممكن اننا نستخدموهم في اللغه الفرنسيه. خليكم معايا في الفيديو حتى الاخير، غنمشيو ايتاب. غنعطيكم واحد ليكزامبل. بالنسبه لليكزامبل اللي غنشوفو جمله بسيطه في اللغه الفرنسيه، غير المهم باش نوضحوا المفهوم ديال الجمله شنو هو في اللغه الفرنسيه. بالنسبه للجمله على العموم في الكتابه ديالها في اللغه الفرنسيه كتكون ديما اول حرف كيكون ماجيسكول، يعني اول حاجه كنبداو بها لا فراز هي الماجيسكول، وكتنتهي ليا بالنقطه. من بعد غنشوفوا ادوات علامات الترقيم اللي ممكن اننا نشوفوهم ابار على هذه من غير هاد البوان هذه. كتبدا ليا لا فراز بماجيسكول، كتنتهي ليا بالبوان، يعني هذه في الشكل ديالها اول حاجه كنشوفوها هو الشكل. من بعد كنقرا هذيك الجمله وكنشوف واش عندها واحد المعنى، سونس، اسكو لا ان سونس. حيت الا ما كانش عندها معنى ما كتسماش انها جمله في اللغه الفرنسيه. اوكي، اول حاجه كنقرا لا فراز لا ميتريس، المعلمه، اكسبليك، شنو كدير؟ كتشرح. لا لوسون، الدرس. هنايا يعني كنفهم واحد الحاجه ان لا ميتريس شنو كدير؟ كتشرح واحد الدرس، يعني عندها واحد السونس. تبدا بالماجيسكول كتنتهي بالبوان، اذا هذه راها فراز فهم. هذا تكوين الجمله. لا ميتريس، المعلمه، الفاعل هو سوجي، الفاعل اللي كيدير ليا الفعل. شكون اللي كيدير الفعل؟ هو لا ميتريس، سوجي. مناش كيتكون؟ شوفوا كيتكون ليا من جوج الحوايج، لا ميتريس، لا ديتيرمينون. من بعد غنشوفوا يعني بلا ديتاي لي ديتيرمينون اللي ممكن تشوفوا في اللغه الفرنسيه الاكثر استعمالا. ميتريس هي المعلمه. هاد لا بحال ادوات التعريفيه اللي كنديروا في اللغه العربيه، نفس القضيه هنايا. هي هذيك العربيه كتكون ملاصقه معاها باش كتعرفها، ولا في الفرنسي لا. ميتريس هو لو نو. هذا راه جروب نومينال، يعني لك الطبيعه ديالو اللغويه راه جروب نومينال، واحد الجروب ديال لو نو كيتكون من ديتيرمينون و لو نو. حيت هذا من بعد غنشوفوا لي جروب نومينو ومناش كتكون. هذا درس بوحدو من بعد غنشوفوه باش ما نكثروش في هذا الفيديو. هذا غنشوفوا ليسونسيال اللي متعلق بلا فراز، بالجمله. لا متر شنو كدير؟ اكسبليك هي لاكسيون، الحاجه اللي كدير. هذا هو الفعل، لو فيرب. سوجي، الفيرب. لا ميتريس اكسبليك كوا، شنو كدير؟ شنو كتشرح لا لوسون. يعني هنايا هذا كومبليمون. كومبليمون من الاسم ديالو هو مكمل، يعني كنكملوا به. ولكن كنكملوا به شنو؟ كنكملوا به المعنى ديال لا فراز. حيت الا قلت غير لا ميتريس اكسبليك راها جمله، ولكن باش نكمل هذا المعنى هذا ديال اكسبليكوا
اشنو كتشرح بالضبط؟ كتشرح لا لوسون، زدت واحد المعنى اخر لهذاك المتلقي اللي كيسمعني، زدت واحد المعنى اخر، واحد المعلومه اخرى. مفهوم؟ هادشي علاش كنقولوا انه مكمل، كومبليمون، كومبليت لو سونس دو لا فراز. هذا هو المعنى ديال هذا الكومبليمون. هذا الشيء علاش كنستعملو. كاينين شي دي فراز اللي ما يعني ماشي بالضروره اننا نستعملو فيهم هذا الكومبليمون هذا. يعني كتكون لا فراز مثلا مينا اكري، كتكتب مينا كتكتب، هذا راها جمله بحد ذاتها، لانه كنفهموا انها كتكتب، ماشي بالضروره نعرف شنو كتكتب ولا شنو هو داكشي اللي كتكتب. الكومبليمون ماشي بالضروره. هادشي علاش هاد لو فيرب هذا ماشي بالضروره انني نستخدم معاه الكومبليمون، ولكن مثلا لو فيرب الي، جو في لو فيرب الي هذا ضروري انني ندير معاه واحد الكومبليمون، حيت الا درت غير جو في فراز ما عندهاش واحد المعنى كامل. ضروري انه يكون عندها واحد المعنى باش تسمى فراز. جو في راه ماشي فراز، ضروري من الكومبليمون باش تسمى انها فراز. هذا بالنسبه للا فراز والكومبوزيسيون ديالها، بحال العربيه، فعل فاعل مفعول به، سوجي الفاعل، لو فيرب الفعل، والكومبليمون مفعول به. هنايا كيجيب معنى انه كيكمل ليا لا فراز وصافي. مفهوم؟ ما كتكونش واحد الترجمه حرفيه من العربيه للفرنسيه، حيت الفرنسيه عاوتاني واحد اللغه بوحدها كيكونوا فيها شي حوايج كيما هذيك القضيه اللي كنا شفنا في الحصه الفايته ديال لو فيرب اتر. لو فيرب اتر ما كايناش شي حاجه اللي هي كتشرح لو فيرب اتر ديريكتومون. كما قلت لكم بالنسبه لهاد لا فراز هذه هي كتنتهي ليا بالبوين، وكتكون كتعطيني واحد المعلومه شنو كدير هاد لا ميتريس هذه بالضبط، شنو كدير، كتشرح ليا الدرس وي. وفي الاخر ديالها عندي واحد البوين عاديه. هاد لا فراز هذه فراز ديكلاراتيف، حيت كتعطيني واحد المعلومه على هاد الفاعل هذا شنو كيدير بالضبط. راها فراز ديكلاراتيف. دابا غندوزو لا فراز واحد ليكزامبل اخر ديال لي فراز الاخرين ديكلاراتيف. منها راه غنشوفو ديكلاري، ملي كيدير لك شي واحد شي حاجه كتمشي كديكلاري به، كتعطي واحد المعلومات للبوليس. مفهوم؟ راه هذه منين جات ديكلاري؟ هي كتعطي معلومات. هنا ملي كتعطي واحد المعلومات على الفاعل راها هي لا فراز ديكلاراتيف. مفهوم؟ هذه بالنسبه لا فراز ديكلاراتيف، كتعطيني واحد المعلومه وفي الاخر ديال لا فراز ديما عندي في الاخر ديالها لو بوين، نقطه عاديه. غنشوفوا ليكزامبل الاخر ديال لي تيب. هادو دابا لي تيب ديال لي فراز، الانواع ديال الجمل اللي عندي، انواع الجمل. لا فراز الاولى ها هي، لا فراز الثانيه خليكم معايا غنمشيو لها. بالنسبه للا فراز الاخرى اللي غنشوفوا وهي لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز اللي كيكون في الاخر ديالها غنخلي نفس ليكزامبل ولكن في الاخر ديالها علامه استفهام، هي لا فراز انتيروغاتيف. لا ميتريس اكسبليك لا لوسون. انا شنو بدلت غير الطريقه ديال القراءه ديالي لهذيك الجمله، كانت لا ميتريس اكسبليك لا لوسون. دابا شنو بدلت؟ لا ميتريس اكسبليك لا لوسون هذا بدلت الصوت ديالي لا فوا. دابا ملي بدلت غير الطريقه ديالي في سميتو ودرت البوين دانتيروغاسيون علامه استفهام في الاخر، كتولي هذه فراز انتيروغاتيف. بحالاش كنسول نفس القضيه، كنخلي لو سوجي فيرب كومبليمون وكنزيد هذيك لو بوين دانتيروغاسيون. هي فيها واحد 3 طرق اللي غنشوفوهم في الحصه الاخرى باش ما نطولوش هذا الفيديو هذا بزاف. بحالاش كنطرح واحد السؤال ديالي في اللغه الفرنسيه. هنايا ما بدلت والو، بدلت غير الطريقه ديالي في الكلام ودرت واحد البوين دانتيروغاسيون، خليت نفس لا فراز اللي كنا شفنا قبل. هذه فراز انتيروغاتيف، حتى هي فراز ولكن
استفهاميه، جمله استفهاميه كنطرح منها سؤال. بالنسبه دابا لا فراز الثالثه اللي غنشوفها، explique la leçon. شرح الدرس. هنايا ما عنديش واحد السوجي ولكن عطيت واحد الامر. هاد لا فراز هادي كتبدا ليا ديريكت بلو فيرب، ولكن هاد لو فيرب هذا في الامبيراتيف بريزون. بالنسبه لهاد الامبيراتيف هذا سواء ملي كنعطي الناس نصيحه ولا كنعطي واحد النهي ولا كنناشي واحد باش ما يدير شي حاجه ولا كنعطي واحد الامر. اوكي، هذا كنستعمل لو بريزون ديال الامبيراتيف. كتبدا ليا بواحد الامر وكيكون واحد شنو غادي دير من بعد الكومبليمون من بعد، وكتنتهي ليا بعض المرات كنشوفوا نقطه غير نقطه، وبعض المرات كتنتهي ليا بعلامه تعجب بحال هكا، يعني بجوجهم كيكونوا غير المهم. ليسونسيال في هذوما انه كتكون عندي باديه بلو فيرب الامبيراتيف، راها جمله امريه، فراز امبيراتيف فيها لو فيرب الامبيراتيف، اذا كتسمى فراز امبيراتيف. جمله امريه كيكون فيها امر ولا نهي ولا شي نصيحه كونسيل. المهم انها كتكون باديه بواحد لو فيرب في الامبيراتيف، هذه فراز امبيراتيف. رابع حاجه كيل بيل في. هنا كنتعجب، ما عطيت لا امر ما عطيت والو، واخا عندي هنايا في الاخر علامه تعجب ولكن راه ما كاينش شي فيرب هنايا في الامبيراتيف، غير كنتعجب. كيل بيل في، يا لها من فتاة جميلة. بيل في، كنعرف انه كاين عندي واحد التعجب. كيل بيل في، هنا فراز اكسكلاماتيف. اكسكلاماتيف. جو ميكسكلام، اتعجب. هذاك الشيء منين جات اكسكلاماتيف، تعجبيه. ديما ملي كنتعجب كتفهم بلا فراز انه كاين واحد التعجب، شي حاجه اللي جاتني في شكل، وفي الاخر ديالها ديما واحد البوين ديكسكلاماسيون، ماشي بحال لا فراز امبيراتيف يا اما نلقى بوين ولا نلقى بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب. هنا لا، هنا بالضروره انه كيكون بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب، ضروري انها تكون هنايا. كاينين 4 لي تيب ديال لي فراز، هما هادو اللي شفنا. غنزيدو في الحصه الجايه غنشوفوا لا فراز انتروغاتيف، الجمله الاستفهاميه، وكيفاش كنديروها في اللغه الفرنسيه. باش ما نطولوش هذا الفيديو هذا الى فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. الى عجبتكم القناه وحسيتوا انكم استفدتوا منها وبغيتوا انكم تزيدوا في هذه السلسله هذه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي حاجه اللي حتى لكم جديده. الى فيديو اخر، السلام عليكم.